كنرحب بالجميع داخل الوطن وخارج الوطن. كنتمنى أن الجميع يكون بخير وبصحة جيدة. كنتلاقاو في هذا الموعد هذا باش أننا نناقشوا جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول وهو وصلنا في 24 غشت المدة ديال 3 سنوات على القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر. كنذكروا جميع الرواية أو الفيلم الذي تلاه رمضان العمامرة منذ 3 سنوات، واللي وجه فيه اتهامات كثيرة آنذاك إلى المملكة المغربية الشريفة، وأعلنوا على أنهم كيقطعوا العلاقات مع المغرب. وتوالت الأحداث إلى حدود اليوم. غنحاولوا أننا نشوفوا كيفاش الجزائر بعد هاد 3 سنوات ديال القطيعة، ونشوفوا أيضا المغرب، ونشوفوا المجالات ديال الصراع. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني وهو منذ أيام خرج الزعيم ديال الميليشيا ديال الحوثيين عبد الملك الحوثي، اللي كنعرفوا الحوثيين هما ذراع ديال إيران، وهاجم في واحد الخطاب هجومي، هاجم المملكة المغربية الشريفة. بزاف ديال الكتابات حول هذا الموضوع. غنحاولوا نفهموا علاش عبد الملك الحوثي في هذا الوقت بالذات خرج كيهاجم المغرب. غنشوفوا واحد 5 ديال السياقات اللي كيشرحوا هذا الخطاب الهجومي التحريضي اللي داروا احد الاذرع ديال ايران داروا ضد المغرب. اذا هادو جوج ديال المواضيع اللي هي مواضيع اساسيه، وعندنا اخبار وعندنا صور في الاخير. نبداو بالخبر الاول. غادي ناخذ من صحيفه ايطاليه اللي عنونات ما جرى في اليابان في المنتدى الياباني الافريقي تيكاد. دارت واحد العنوان قالت لك ودي ان الجزائر تعيش حاله دبلوماسيه سيئه خلاتها انها تحاول تفرض الحضور ديال البوليزاريو باي طريقه. هذا عنوان ديال صحيفه ايطاليه. وهنا الا رجعت لهذا الموضوع هذا غتلاحظوا مثلا ما وقع. غنشوفوا ما وقع وغادي نشوفوا كيفاش تناولوه الجزائريين، ولكن ما فهموش شنو هي الابعاد اللي جايه، ما فهموهاش. هما فقط خداو الصوره ديال هذاك اللي هو ماشي دبلوماسي، هذاك عباره عن مصارع، هذاك عباره عن مصارع. حتى هما كيديوش هما دبلوماسيين، كانوا انهم يعرفون بانه راه غادي يكون تدخل، ولاو كيديو عارفين بان البوليزاريو غير بهذه العباره سالت في المؤتمر، سالت ما عندوش حق. اذا ما بقاوش قادرين يلقاو طريقه باش يقنعوا مثلا اليابانيين او يقنعوا في منتديات اخرى باش يمكن يحضر البوليزاريو، عرفوا بانه مرفوض. اذا ولات هذه المساله ديال انه كيدخلوه ضمن الوفد ديالهم بجواز السفر ديالهم بالبادج ديالهم، وكيحاولوا انهم يلقاو ليه واحد البلاصه، يديروا البلطاجه، يلقاو له واحد البلاصه ويجلسوه مزور كما شنا بالطريقه اللي شنا بها، ديك البلاكه المزوره اللي حط تما. وكيعرفوا بانه غادي يكون تدخل لا ديال المنظمين لا غادي يكون ايضا المغرب انه كيراقب الوضع ويشوف وغادي يحتج. اذا شنو خداو هما؟ فقط خداو ديك اللقطه ديال هذاك المصارع ديالهم مع دبلوماسي شاب المغربي، واللقطه هي كتبين اولا فيها العمليه ديال الغدر، ثانيا انت جايب مصارع، ما جايبش واحد دبلوماسي، جاي باش دير البلطاجه، جايبين مصارع باش يدير البلطاجه. راه بداو كيخرجوا اسماء، كيقول لك لا، كاين بعض المواقع اللي كتبات خطا كتقول لك راه هذاك هو الكاتب العام ديال وزاره الخارجيه. لا، ماشي هو.
ماشي هذاك هو الكاتب العام ديالهم ديال وزاره الخارجيه ديالهم، لا ماشي هو السفير ديالهم اللي قال لك في رواندا، لا هذاك عسكري من العساكريه جابوه تما، جابوه باش انه يتضارب، وصلوا لهذه المساله ديال البلطجه. اذا ما عندوش علاقه، جايبين معاهم مجموعه ديال البلطجيين باش انهم يحميوا باش يضاربوا بهذه العباره هذه، جايبينهم بهذه الصيغه ودخلوهم بادجات. اذا ما عندهمش الادوات ديال الاقناع. اكثر من هذا ان في التعليقات ديالهم بزاف ديال الكذوب، ومشاو لهذه اللقطه فقط، ما انتبهوش واحد المساله، ما انتبهوش لها، ما انتبهوش بان الحدث كامل راه كيعبر على واحد المساله اللي هي جايه بدات الان. شنو هي؟ وهي بدايه طرد البوليزاريو، بدايه طرد البوليزاريو، لان البوليزاريو ما استدعاتوش اليابان، ما كاينش نهائيا، رغم ان الجزائر دارت جميع الطرق باش انها تحضروا، ما استدعاتوش اليابان نهائيا. واليابان لا تعترف، قالتها مباشره، قالها وزير الخارجيه في كلمه مباشره امام الملأ كله. اذا اش داروا هما؟ سلتوه مع المجموعه وحطوه تما، وكانوا كيتسناو بانه راه غيكون احتجاج مغربي. اذا هنا ما وراء هذه العمليات كامله شنو اللي كتبان؟ وهو البوليزاريو ولات عنده صوره، ولات عنده انه مرفوض، ما كاينش، وانه ما يمكنش يدخل. كنتذكروا واحد المرحله كان البوليزاريو كيجي كيجلس في شي العديد من المنتديات اللي كانوا، دابا ما بقاتش عنده هذه الامكانيه، ما بقاتش. اذا الجزائر الان مضطره انها كل مره غتبغي تدخل البوليزاريو بهذه الطريقه، هو ما معروضش، وغدير هذه العمليه ديال التزوير، وغتجيب مصارعين باش يحميو. هذه الصوره اللي خص يشوفوا الناس، ماشي صوره ديال انه واحد بلطجي جزائري جا دار هذيك العمليه بهذاك الشكل. ثم ما انتبهوش الناس مساله اخرى، علاش هذا الجزائري فقط هو اللي دار؟ علاش ما تدخلاتش مثلا، ما تدخلاتش اطراف اخرى؟ علاش الجزائر بالضبط؟ اذا الجزائر جايبه البوليزاريو وحاضياه تما، اللي يتم الطرد ديالو خصها تدخلو، خصها تخليه تما. هذا جانب. هنايا كاين هذا جانب. اذا هنا راه غيبان لنا اليوم بالضبط، اليوم كان اجتماع ديال عطاف مع من؟ مع سفير الصين. علاش كان اجتماع؟ غادي يخرجوا شي بيان. كان اجتماع من اجل هدف واحد، وهو كيهضروا مع الصين، لان جاي المنتدى الافريقي الصيني، كيهضروا مع الصين باش يشوفوا كيفاش انه تحضر البوليزاريو. هذه اليوم كان لقاء، اليوم اللي رجع وزاره الخارجيه الجزائريه غيلقى بان عطاف اجتمع بالسفير ديال الصين من اجل هدف واحد، وهو شنو هو الهدف؟ وهو البوليزاريو يحضر في المنتدى الصيني الافريقي اللي هو جاي. اذا مشكل اخر غادي يطرح ثاني هنا. اذا في كل مرحله غادي تصدى المغرب لهذه العمليه، واللي ما فهموش الحضيره، ما فاهمينش وما ما فهموش هذه المساله، بانه راه البوليزاريو ولا مطرود الان وجاي طرد من الاتحاد الافريقي، جاي طرد من الاتحاد الافريقي. اذا الحدث كله خصو يتشاف من هذه الزاويه هذه. كاين مساله اخرى، كاين واحد التقرير اللي دارته القناه دوتش فيلي الالمانيه، دارت واحد التقرير، هذه قناه المانيه دارت واحد التقرير كتقول لك بان صراع الصحراء المغربيه يقترب من نهايته، بمعنى ان المغرب حسم هذا الصراع هذا. اذا هذه قنوات دوليه اللي بدات كتناول هذا الموضوع هذا، هذه اشاره اللي كتجي من اوروبا. المساخيط، كنهضروا على الحظيره. المساخيط بدات عندهم ازمه دبلوماسيه مع السعوديه. الفيلم اللي تصور في الجزائر، الفيلم الهندي ديال حياه المعز، انه كيبان غتكون عنده تداعيات كبيره جدا على العلاقات السعوديه الجزائريه. ولكن هنا واحد الدور اللي خصها تلعب وسائل التواصل الاجتماعي، وحنا عندنا علاقات كثيره مع الاشقاء ديالنا في المملكه العربيه السعوديه. خاص يبدا هذه المساله تبدا توصلهم، لان كاين تفتح نقاشات تفتح نقاشات. علاش؟ دول كثيره منها المغرب رفض ان هذا الفيلم هذا انه يتصور عنده. وعلاش؟ الحضيره الجزائر انها كتعرف المضمون ديال الفيلم، عرفوا المضمون ديالو، وما كيسمحوش، ما كيرخصوش في التصوير ديال الافلام، وسمحوا بانهم يتصور هذا الفيلم هذا عندهم في الجزائر. علاش؟ خاصها تقرا بهذا الجانب هذا. اذا خاص يتفتح واحد النقاش على هذه المساله هذه. كاين واحد الخبر في الساعات الماضيه،
كاين خبر عندهم واحد قائد عسكري ديال القوات البريه اللي هو عمار عتامنيه. عمار عتامنيه اللي هو قائد القوات البريه. نسطروا على هذه القضيه ديال قائد القوات البريه، ونذكروا بان شنقريحه كان هو قائد القوات البريه قبل الاغتيال ديال قايد صالح، اللي شنقريحه قام بالاغتيال ديال قايد صالح مباشره بعد التنصيب ديال تبون. انذاك عمار عتامنيه كتقول بعض الاخبار من الجناح ديال قايد صالح اللي كاين داخل الجزائر مازال موجود في الجيش، كيقول لك بانه تم التصفيه ديالو من طرف القوات الخاصه ديال شنقريحه باوامر من شنقريحه. علاش؟ لان شنقريحه وصلته معلومات بانه بدات العمليه ديال التخطيط، انه مباشره تخطيط كيخطط جبار مهنا مع المكتب الرئاسي ديال تبون انه مباشره بعد التنصيب ديال تبون، الى وصلوا الانتخابات دائما كنقول بعد المباشره بعد التنصيب ديال تبون غادي يتم العزل ديال شنقريحه وغادي يكون في بلاصتو عمار عتامنيه. اذا عمار عتامنيه حسب معلومات اوليه كيقول بانه تم التصفيه ديالو. ما يروج النظام العسكري شنو كيروج؟ كيروج بانه نقل في حاله حرجه الى سويسرا، نقل في حاله حرجه الى سويسرا. وما عاده ملي كيتنقل شي واحد في حاله حرجه ما كيقولوهاش. اذا علاش اختاروا يخرجوا هذه المساله انه نقل في حاله حرجه الى سويسرا، ونقدروا نسمعوا في اي لحظه بانه توفي. اذا هنا في حاله ما يخرج هذا الخبر، انا كنقول هنا ما سرب، المعلومات المسربه، لان القتال في هذه المرحله على اشده بين الاجنحه العسكريه. كاين الحمله الانتخابيه مزيان كل مره نوقفوا عليها ديال ما كاين انتخابات في الجزائر باش يكونوا ما يضحكوش على الحظيره. سمعوا هذا الفيديو، هذا من واحد اللي هو المشرف على الانتخابات، هذا المشرف على الانتخابات. في بومداس سمعتني فرحت انا، قلت له انت قال لي تسجل، قلت له واش عارف عمرك؟ قال لي انا قتلت غير 13 سنه. قلت له على حاجه واش يجاوبني باش تشارك في حوكمه بلادي 18 تبشر بالخير. هذا عنده 80 عام، هو المشرف على اللجنه ديال الانتخابات. قال لك بانه معروف كذاب، هذا معروف بالكذب، معروف. جا قال لك بانه كان في شي بلاصه في الجزائر وجاه شاب قال لك عنده 18 عام وجاي يتقيد في الانتخابات، جاي يتسجل. قال لي علاش بغيتي تسجل؟ قال لي باش نساهم في الحوكمه ديال بلادي. دابا سؤال في الحوكمه ديال بلادي، دابا هذا الشاب هذا اللي نفريض كيبان ليه صالح بوجيل القرن، وكيبان ليه شنقريحه 82 عام ولا 83 عام، وكيبان ليه بن علي 89 عام، وتبون 80 عام. كيفاش غنساهم في الحوكمه ديال بلادي؟ دابا هذا كيكذب. اين انتخابات؟ ما كاين انتخابات في الجزائر. الدليل على ذلك، الدليل الاول انهم شنو داروا هاد الايامات؟ كاينه القناه المغاربيه. القناه المغاربيه كنعرفوها كاينه في لندن، فيها المعارضه الجزائريه كتناقش الاوضاع في الجزائر. هذه القناه المغاربيه خدامه على الانتخابات، بمعنى عندها الطرح كتقول اودي راه ما كاين لا انتخابات لا تغيير لا والو، ما كاينش انتخابات في الجزائر نهائيا، ما كايناش انتخابات. شنو داروا؟ كتنوض العسكر وكيتصل كنظن واش النايل سات ولا سميتو، كيتصل بهم وكيطلب كيخلص باش انهم يوقفوا القناه. وراه القناه توقفات، بمعنى طلبوا باش يوقفوا القناه. هذه المره الثانيه اللي كيديروها. داروها في انتخابات ديال 2019 وقفوا هذه القناه لانها كتاثر الناس في الجزائر، والان كيوقفوا هذه القناه هذه. لهذا مطلوب منا اننا نتناولوا الانتخابات الجزائريه حنا كقنوات بهذه الامكانيات المحدوده، اننا نتناولوا هذا الوضع هذا، نشوفوا راه ما كاين انتخابات ولا معيار واحد، ما كاينش انتخابات. كاين تبون رئيس دوله اللي هو الرئيس ديال الدوله بكاع الامكانيات ديال الدوله، بوزير الداخليه، بالاحزاب كامله دايرين ليه الحمله، كلهم دايرين ليه الحمله. بمعنى فين ما مشيتي كتلقى تبون صحه، بمعنى خصهم يدوزوا تبون صحه. العسكر داير ليه الحمله، الاحزاب كلها ما عمرنيش انا في شي بلاد الاحزاب كامله دايره الحمله. بن قرينه وصل حتى لغار الجبيلات، واصل لغار الجبيلات تما باش يدير الحمله. لمن وصل لغار الجبيلات جمع شي 20 واحد تما باش يهضر على تبون. واش هذه انتخابات اللي فيها رئيس الدوله بالفلوس ديال الدوله
ووزير الداخليه هو المدير ديال الحمله، والمرشحين الاخرين هما ارانب، بحال الارانب ديال السباق اللي كنعرفوا، ارانب. علاش؟ لان ما كينتبهوش، عندهم مشترك واحد كلهم، خطاب واحد كلهم. شنو هو الخطاب اللي كيدوزوا الحاضره؟ الجزائر مستهدفه. حتى واش في الانتخابات كنبداو نهضروا على الجزائر مستهدفه؟ حتى في الانتخابات فينا هما البرامج. تبون كيقول داكشي اللي كان يقول في 2019 كيعاودوا 2 المليون ديال السكن، غنزيد في البيت، غنزيد في هذه المنحه ديال الطلبه. هذا الشيء اللي كيقول، اللي كان كيقول، اللي ما داروش 2019 كيقولوا دابا ما دار حتى حاجه. اذا هنا السؤال، هذه القضيه ديال الجزائر مستهدفه، بمعنى الفكره ديال او دي صوتوا في الانتخابات، صوتوا على الرئيس، علاش راه الجزائر مستهدفه؟ شنو هي العلاقه؟ الجزائر خاصو الحليب، خاصو اللحم، خاصو الخبز، خاصو الماء، خاصو الضوء، خاصو الغاز، خاصو الخدمه، خاصو هاد الحوايج هادو. اذا شنو هي العلاقه؟ باش خاصو يعرف الثروه ديال الغاز وديال البترول فين كتمشي، خاصو يعرف هاد الحوايج هادو. خاصو يعرف علاش مثلا علاش ما كاينش بنك مركزي كيعطيو شحال ديال المداخيل. خاصو يعرف هاد الامور هذه، حتى واحد ما يقدر يقولها في الجزائر. شحال ديال المداخيل؟ قولوا لنا شحال ديال المداخيل وكيفاش كتوزع. خاص الجزائري بعدا يعرف غير العدد ديال السكان شحال، العدد ديال السكان شحال. راه عنده في الجزائر كاين 22 مليون، وهما كيقولوا كاين 44 مليون، بمعنى 22 مليون كل اشباح. فين كتمشي الميزانيه ديالها؟ اذا هذه المسائل كلها هي اللي خصو يعرف الجزائري. خصو يعرف الجزائري. مادام بدا الاعلام بحال هذه القناه المغربيه كطرح التساؤلات، ناضوا هما قال لك بان خصها تسد، خلصوا عليها باش تسد، ما توعيش الجزائري. ثم راه متوقع ان انتخابات المعدل ديال المشاركه ما غيفوتش 10%. من الان انا كنقولها، من الان ما غيفوتش 10%. 10% ما غيفوتهاش. ما يصوتوش الجزائريين، ما غيصوتوش، لان انتخابات اولا ما الجزائريين كيشعروا بانه ما كاينش انتخابات، ان تبون راجع، ما كاينش مرشحين، ما كاينش ما كتبانش لك، ما كايناش انتخابات غريبه، ما كايناش في العالم بحال هذا النوع، ما كاينش نهائيا. اذا كانوا من الاحسن ما يديروش انتخابات، من الاحسن يقول لك ودي جماعه الاحزاب. بالمناسبه راه الوثيقه وزعوها، الوثيقه انهم واحد الوثيقه وقعوها واللي كيتفقوا فيها الاحزاب كلهم على ان تبون يكون رئيس قبل ما تبدا الترشيحات، قبل ما تدار الحمله، قبل كانوا وقعوا على واحد الوثيقه. والحزب اللي ما وقعش كاين اللي اما تعتقل الامين العام ديالو او اعتقلوا ليه احد الابناء ديالو. اذا راه ما كايناش شي حاجه، ما كاينش تغييرات نهائيا. نمشيو للموضوع الاول. 3 سنين على اعلان الجزائر انها قطعت العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب. هي 3 سنين وكاينه 30 عام. ملي كنهضروا على 24 غشت البارح، 24 غشت اعلنوا هما على قطع العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب، و24 غشت هذه 30 عام في 94 كانت الضربه الارهابيه ديال اطلس سني في مراكش اللي داتها الجزائر، واللي بقات كتنكرها حتى اليوم، واللي كاينه الشهادات ديال كريم مولاي اللي هو ضابط ديال المخابرات قديم، اللي كيقول بانه هو شرف كان حاضر، هو اللي رتب العمليه وشحال دار ديال الزيارات للمغرب، وشكون اللي كان كيرتب معاه، بمعنى كانت مشاركه فيها السفاره ديال السفاره ديال الجزائر اللي كانت في الرباط، فيها عسكريين كلهم كانوا كينظموا العمليه، والعمليه كانت فيها واحد 50 واحد، ولكن في نهايه المطاف نفذوها شي 3 ولا 4. الامور مكتوبه مقاده مصوبه، الشهاده مقاده، وكيفاش خطوا لها وشكون اللي خطط لها، توفيق مدين من الجزائر، هذه المسائل كلها كاينه. اذا واللي كانت هي كانت الاسباب ديال اغلاق الحدود كانت واضحه 30 عام. اليوم عندنا كنهضروا على 3 سنين ديال قطع العلاقات الدبلوماسيه. غنشوفوا شنو وقع. شنو الجزائر استعملت جميع الانواع ديال الاسلحه. اول حاجه بعدا لحد الان ديك الفيلم اللي قال عمامره كله ولا دليل واحد ما قدر يقدموا للدول. لما كانوا كيمشيو كيتشكاو كيقول لك المغرب دار لينا وكذا، علاقه علاش قطعنا العلاقات، كيقول لهم الدول عطونا دليل، ما عندهم حتى دليل. الماك هذاك الشيء كله ما كاين حتى شي دليل نهائيا، ما كاين حتى شي حاجه. الى درجه انه حتى ملي كانوا كيقول لك اسرائيل وتهديدات وكذا، لما جا بلينكن عندهم قالوا لي احنا ما عندناش مشكل مع اسرائيل، احنا عندنا مشكل مع المغرب. ما بقاش مشكل مع اسرائيل، مشكل مع المغرب. قالوها في اللقاء مع كاتب الدوله الخارجيه الامريكي. اذا هنا اول حاجه السؤال اللي كيطرح لهم، شكون اللي قال لهم، شكون اللي عطاهم الفتوى ديال قطع العلاقات مع المغرب؟ المعلومات كتقول بان الحضيره
الفكره كاينه، ولكن الفكره جات من عند مجموعه فرنسيه هي اللي شجعتهم. اذا فرنسا شجعتهم على قطع العلاقات، وفرنسا تقلبت عليهم الان تورطوا. اذا هذا جانب، بمعنى انهم استشروا مع الفرنسيين، يعني ما كياخذوش قرار هما، مجموعه فرنسيه قالت لهم مستشار الافريقي قال لهم تقطعوا العلاقات مع المغرب، هذا هو الحل عندكم باش يمكن لكم تضبطوا الاوضاع الداخليه. هما تورطوا الان. الصوره ديال الجزائر اليوم في العالم بعد 3 سنوات مضحكه. الاضحوكه الجزائري كلشي كيضحك على الجزائر، بمعنى كانت الجزائر مستوره كما كنقولوا حنا. مثلا مجموعه ديال المغاربه كانت عندهم واحد الصوره معينه عن الجزائر. اليوم ملي كتسمع الجزائر كتسمع مارستان كبير مفتوح وكلشي كيضحك عليهم، وبان بانها دوله متخلفه كثيرا. ماشي دوله اللي بينها وبين ان المغرب فايتها بواحد القرن. بانت هذه الامور هذه، بانت هذه المساله هذه. الوضع في الجزائر قطعوا العلاقات، استعملوا العداء ضد المغرب، ولكن في نهايه المطاف خرجت واحد المجموعه بدات كتسائل من داخل الجزائر، واحد المجموعه اللي فاهمه شويه، كتقول لهم هاد العلاقه، هاد الصراع مع المغرب علاش؟ بمعنى بدات كتسائل، بدا واحد راي عام صغير، وكاين خلافات حتى بين الناس اللي هما حاكمين تما. كاين واحد المجموعه اللي هما ضد هذا التوجه ديال شنقريحه بالخصوص، لان شنقريحه هو المسؤول الاول على هذه العمليه هذه. اذا هنا بدات واحد المجموعه كتسائل. خلي هذه المجموعه اللي كيطلقوهم سميت واحد المجموعه كيطلقوهم كيهضروا هضره ديال المجموعه ديال الحضاره ديال شنقريحه. كاينه مجموعه تما كتسائل. هذا جانب. الوضع الان في الجزائر، واش باقيين يقدروا يحكموا الجزائريين بالعداء للمغرب؟ هذا سؤال اللي كيطرح. واش باقي المغرب هو الورقه اللي غيستعملوا باش يحكموا الجزائريين؟ هذه الورقه كيبان لي بانها استنفذت. تبقى تقول الورقه ديال العداء للمغرب، كيبان بانها استنفذت. والدليل على ذلك شنو جاي؟ انتم صعدتوا السقف ديال العداء مع المغرب، شنو قدمتوا للجزائريين؟ الجزائريين كيتسائلوا كيقول لك اشنو قدموا لنا، شنو تقدم لنا. راه مجموعه كنشوفوا، رغم انه كيبان لك كاينه واحد الحضاره اللي هي مدجنه كبيره، ولكن كاينه واحد المجموعه كتسائل. هذا جانب. هنايا العلاقات ديال الجزائر على المستوى الدولي، العلاقات متوتره مع دابا الان متوتره مع الخليج، مع مجموعه ديال الدول ديال الخليج، توترت مع روسيا، متوتره مع مالي، متوتره مع النيجر، مع الدول ديال الساحل كامله، متوتره مع ليبيا. خليه هنا غناخذوا غير ديك الجمله اللي قال بن سديره، قال لهم شكون العلاقات مع من عندكم؟ قال لهم عندكم العلاقات مع ربع ليبيا، واحد ربع ديال مالي طار، وربع ديال موريتانيا. اذا مع من عندهم العلاقات؟ مع من؟ ما اكيد عندهم العلاقات مع البوليزاريو، مع الجزائر الجنوبيه. هي العلاقات اللي كاينه. العلاقات مع امريكا فقدوا روسيا وما قدروش يكسبوا امريكا. اذا هنا شكون هي الدوله اللي عندهم مع علاقات اليوم؟ غير سؤال هنا، شكون هي الدوله اللي عندها علاقات مع الجزائر؟ ما كاينش دوله اللي عندها علاقات جيده مع الجزائر نهائيا. كيظل عطاف كيستدعي في السفراء يجوا عنده، ولكن ما كاين والو حتى شي حاجه. ملف واحد هو هذا الملف ديال البوليزاريو. الجزائر في عزله الان، الجزائر في عزله، ما كاينش مع الجزائر في عزله. وهذه القضيه راه لمسوها من 2018. العمامره لما كتب الى وزيره الخارجيه ديال جنوب افريقيا كيقول لها عاونونا، راه حنا حتى واحد ما بقى كيسمعنا في العالم، حتى واحد ما بقى كيسمعهم. هنا البوليزاريو اللي بقى في يدهم، هنايا البوليزاريو اللي بقى في يدهم، حتى البوليزاريو ولا عنده الشعور ديال انه راه الجزائر الجنوبيه. هذا البوليزاريو هذا وصلوا معاه في نهايه المطاف بعد 50 سنه وبعد 500 مليار دولار حتى 2018 وصلوا معاه انهم ولاو كيهربوه. تهريب ديال البوليزاريو، كتهربي باش تدخلي المؤتمرات. اذا هنا هذا هو الوضع ديال الجزائر. استعملوا جميع الاسلحه ضد المغرب. كان تهديدات عسكريه. طلب واحد المره طلب شنقريحه السيناريو ديال الحرب وناض صداع هو قايدي. استعملوا السلاح ديال الغاز، ما عطاش نتائج، يمكن المغرب انه يفاجئهم. استعملوا السلاح ديال المهاجرين الغير الشرعيين المسلحين، بغاو يدخلوهم، دربوهم في سكنات وطلقوهم عبر الحدود، دخلوهم المغرب. استعملوا جميع الانواع. ولكن اللي خصو يفهموا مزيان هنا وهي ان دول، رغم انهم كيقولوا دول الغاز، هاد الدول كتجي وكدير علاقات مع المغرب. ناخذوا اسبانيا حاولوا الاغراء ديالها بالغاز، خلات الغاز ديالهم، وفي الاخر ولاو كيردوا، هما ما قدروش يقطعوا لها الغاز، ودارت علاقات تكامل اقليمي مع المغرب. ناخذوا فرنسا، رغم ان الفلوس ديال الكبرانات كلها في فرنسا،
وانهم ما عندهمش هما مورد اخر غير فرنسا، بمعنى الام ديالهم هي فرنسا، خلاتهم فرنسا واعترفات بدعم السياده المغربيه، دعم السياده ديال المغربيه على الصحراء المغربيه. القرارات مع الامم المتحده تغيرت كلها لصالح المغرب. نشوفوا في الجهه الاخرى الصوره ديال المغرب حنايا كيفاش هذا العداء ديالهم خدمنا حنا مزيان. العداء ديالهم خدمنا حنا منذ ان اعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسيه. المغرب قال بانه راه اخذ علما صافي، ما كيهضرش عليهم المغرب، بالعكس كانت خطابات ملكيه ديال مد اليد، وهذه بمعنى اشهاد ديال المجتمع الدولي عليهم. ومن بعد غتجي المبادره الاطلسيه الكبيره بمعنى اودي نتعاونوا كذا، ما بغاوش. اذا كاينه قضيه اخرى، حنا الصوره ديال المغرب، شوفوا حنا الصوره ديالنا في العالم مقارنه مع الصوره ديالهم. الامه الدوله المغربيه مع الجزائر اللي ولات كدير مجهود، ولات كدير واحد المجهود كبير باش تزور تاريخ ديالها هي مضاربه معنا حنا على هذه المساله هذه. في الوقت اللي كانوا واحد الوقت كانوا مستورين، هي ما بوتفليقه ومجموعه، رغم انه العلاقات كانت متوتره ولكن ماشي لهذه الدرجه هذه. العلاقات ديال المغربيه مع العالم، عندنا العلاقات مع العالم كامل بما فيهم الحلفاء ديالهم السابقون، روسيا. هذه العلاقات عندنا حنا مع روسيا علاقات جيده، عندنا العلاقات مع العالم كامل، ما كاينش توترات. وحتى الدول اللي وقعت عندنا معهم ازمات مقارنه معهم هما، الا قرينا الازمات كيفاش هما دبروا الازمات مع دول وحنا كيفاش دبرنا حنا، دبرناها بحكمه. عندنا الدبلوماسيه الملكيه كيفاش دبرنا الامور بحكمه وخرجنا منها حنا رابحين. عندنا مبادرات حنا في المغرب في جميع المجالات، مبادرات اخرها المبادره الاطلسيه الافريقيه وولوج دول الساحل. شوفوا الارتباك اللي خلقات عند الحاضره. ملف الصحراء، شوف شحال ديال الاعترافات، انا نقول فقط من 2022 حتى اليوم 38 اعتراف ودعم السياده. عندنا الاعترافات وعندنا دعم السياده المغربيه وعندنا المجموعه ديال الحوايج وعندنا القنصليات. هاد الحوايج كاملين كنشوفوا هنا. اذا هنا ملف الصحراء مشى نحو الحسم، بمعنى ما بقاش بزاف. اما يمكن نقولوا سنه الى سنتين من هذا القرار، ويمكن يجي قرار اخر من بعده فقط، انتهى الامر. يمكن يكون هذا هو القرار الاخير، غيتسحب الملف من الامم المتحده. شنو هي السيناريوهات؟ شنو غيوقع؟ واش الجزائر غتبقى غاده في هذا الاتجاه؟ الجزائر غدير انتخابات رئاسيه، هو جاي تبون بلا كملات انتخابات. شنو غيقولوا الجزائريين العشيه ديال بدايه ولايه جديده لتبون؟ اش غيقولوا لهم؟ هذا هو المغرب. واش غيبقى هذا الخطاب عند الجزائر؟ غيبقى هذا الخطاب هو اللي غيبقاو يداولوا الجزائريين؟ هذا هو المغرب. المغرب كيتطور وهما كيقولوا هذا هو المغرب، واي حاجه وقعت كيقول لك المغرب هو اللي دار لنا. واش غيبقاو الجزائريين نديروا الحظيره واش غيبقاو الحظيره ان هذا الخطاب هو اللي يبقى عندهم؟ واش غيبقى شنو دابا السؤال؟ شنو غيديروا في المرحله القادمه؟ شنو غيديروا؟ واش غيبقاو في نفس الخطاب؟ واش غيمشيو في اتجاه الحرب مع المغرب؟ هذا سؤال كيطرح، لان دائما انا كنقول الحرب ديما فرضيه خصها تبقى. واش غادي صافي ضاع مشى كلشي عندهم، ما بقات عندهم حتى ورقه نهائيا، غيقول لك دابا نتحارب ولا تحارب مع المغرب؟ هذا هو الانتحار ديالهم، بمعنى غتجزأ البلاد. هذا الدليل عندهم غتجزأ الجزائر. هذا الدليل انه الان الحدود كلهم عندهم مشتعله الا الحدود المغربيه اللي حنا ما عندناش معاهم حدود بالمناسبه. عندنا مازال كنطالبوا الحدود ديالنا الحقه والصحراء الشرقيه المحتله ترجع. اذا هنا عندهم الى عنوا الحرب، هنا حفتر غيلقاو في العاصمه الجزائر، ما كاينش دابا هنا عندهم، ولا يلقاو مالي وصلت لوهران، الجيش المالي وصل لوهران. اذا هنا السؤال ديال هذا الجانب هذا، شنو غيديروا؟ سيناريو اخر شنو غيديروا؟ واش غيبداو يفكروا البوليزاريو كيديروا ليه؟ شنو هي الصيغه اللي غيديروا البوليزاريو هنا؟ كيفاش؟ شنو هي؟ لان هنا صافي وصلوا للباب المسدود، الحيط ما كاينش عندك فين تزيد نهائيا. كي غدير؟ حتى هذوك الساكنه ديال البوليزاريو شحال غيبقى جالس تما؟ شنو كيتسنى؟ باقي كيتسنى شي حاجه 50 عام دابا. شنو باقي يتسنى؟ شنو كينتظر؟ شنو غينتظر؟ يعني اش مازال كينتظر؟ اللي تولد في 75 راه دابا عنده غادي يوصل ل 50 عام، عنده 49 عام يوصل 50 عام. شنو مازال ينتظر؟ غيبقى في دوك الجمهوريه ديال القطر العجاج الى الابد تما. المغرب ما غيردش كلشي، الا رد المجموعه غيرد المجموعه ديال الاحصاء ديال 74 ديال اسبانيا وبقات 2%. اذا هذيك المجموعه فين غيمشيو؟ سؤال هذا كيطرح. اللي باقي جالس في المخيمات وكيعتقد بانه راه البوليزاريو كاين، البوليزاريو ما بقاش. البوليزاريو ولات كتسلتو الجزائر في السيكان باش يدخل المؤتمرات، صافي مشى البوليزاريو، مشى. المجتمع الدولي تبدل، تغيرات الامور. اذا هذا جانب، ويمكن اننا نرجعوا لهذه النقاشات. نمشيو للموضوع الثاني. منذ ايام كان واحد الهجوم ديال عبد الملك الحوثي
زعيم الميليشيات ديال الحوثيين خرج في خطاب هجومي كيهاجم المغرب، كيهاجم المغرب وكيقول لك المغرب، وكيمشي لديك القضيه حتى هو ديال استعمل القضيه الفلسطينيه بالخصوص، مشى لهذه النقطه كيستعمل القضيه الفلسطينيه وبغى هو انه يبدا يفصل في المغاربه وكذا. هذه المساله خصنا نقراوها. علاش هذه المساله هذه؟ علاش هذه الخرجه ديال عبد الملك الحوثي، الخطاب الهجومي ديالو هذا الميليشيات الشيعيه اللي كاينه في اليمن اللي هي الذراع ديال ايران؟ هذا اولا غنستحضروا هذه السياقات، نسمعوها مزيان. علاش خرج هاجم المغرب؟ السياق الاول ان ايران هو خرج في الوقت اللي بدات المفاوضات بين اسرائيل وحماس. شنو دارت ايران؟ طلبات من حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين انهم ينتجوا خطابات هجوميه ضد الدول العربيه السنيه اللي كتاثر في القضيه الفلسطينيه. وهنا علاش؟ لان ايران ورطات حماس وما بغاتش ورطاتها، وبغات تورط انها تهيمن على القضيه الفلسطينيه. بان لها بانها ما قدرتش تهيمن على القضيه الفلسطينيه، هيمنات على حماس ولكن ما قدرتش تهيمن على القضيه الفلسطينيه. لهذا بدات كتنتج هذا الخطاب عبر الاذرع ديالها، منهم هذا الهجوم ديال الحوثي عبد الملك الحوثي على المغرب على الدول العربيه السنيه المؤثره في القضيه الفلسطينيه ومنها المغرب. علاش؟ لان المغرب كنعرفوا راه هي راس لجنه القدس، وهذه القضيه ديال راس لجنه القدس ايران بالنسبه لها دائما دايره لها مشكل. هذا السياق الاول. السياق الثاني انه جاء هذا الخطاب هذا لان المغرب كيدعم المفاوضات، وايران كتدفع الاذرع ديالها الهجوم على الدول اللي كتدعم المفاوضات. المغرب كيدعم المفاوضات، كيقول لك ودي خاص تكون مفاوضات بين الاطراف. والمغرب كانت اشاره في الخطاب الملكي بانه كاين متطرفين من الطرفين، لا من اسرائيل ولا من الجهه الاخرى، اللي هما ما باغينش هذه المساله هذه. المتطرفين راه فيهم اجنحه متعدده، منها هذه الاطراف اللي هي تحيط بالقضيه الفلسطينيه، حزب الله، الحوثيين، ايران، هذو كلهم اطراف متطرفه ما باغاش مفاوضات هنايا. وكاين حتى جناح، راه كاين جناح داخل هنا، كاين حماس فيها جوج الاجنحه، كاين الجناح اللي هو ديال الاخوان، وكاين الجناح ديال ايران. كنعرفوا هذه المساله هذه. السياق الثالث ان هذا الهجوم التحريضي ديال عبد الملك الحوثي ضد المغرب جا في واحد الوقت اللي جا واحد التصريح اللي ايران كتدفع الاذرع ديالها باش يزيدوا يتوسعوا، وجا في واحد الوقت اللي هو خرج واحد التصريح ديال الحوثيين كيقول لك باننا غنفوتوا البحر الاحمر وندخلوا المتوسط، غندخلوا البحر الابيض المتوسط هنايا. وهذا تقال منذ اسابيع، وقبل منه بواحد الشهور كان تصريح ديال القائد الحرس الثوري الايراني اللي قال بانه راه حنا نقدروا نغلقوا المضيق ديال جبل طارق، عندنا نقدروا نغلقوا المضيق ديال جبل طارق. وقبل منهم كان نائب ديال المرشد كان قال باننا وصلنا الى شمال افريقيا، ولات عندنا ارجل في غرب المتوسط اللي هي الجزائر هنايا. اذا هنا هذا سياق اخر حتى هو ديال التمدد، كدفع باش انهم يبداو يهاجموا دول اللي هي موجوده في غرب المتوسط، ويبان بانهم يبدا هذا التمدد ديال الحوثيين على مستوى الهجومات ديال الخطاب ديالهم. كاين السياق الرابع وهو مرتبط بنا حنا عندنا تظاهرات، دارت تظاهرات داعمه للقضيه الفلسطينيه، ولكن وقعت فيها بعض النزلاقات. البعض ماشي كل شيء، البعض اللي بدا كيحمل او كيتحدث على ايران وعلى القياده الايرانيه ومحور المقاومه، وكاين شي بلاصه اللي هزوا فيها هذا مقتدى الصدر ديال العراق. هذه انزلاقات اللي غتخلي الانزلاقات هذه كنسميوها انها انزلاقات، لان هذا العالم كلشي كيتنقل. هذه انزلاقات ديال بعض التظاهرات اللي كانت وقعات، وكنا لا كنتذكروا كنا قلنا هذه المساله هذه. السياق الخامس اللي ما انتبهوش ليه الناس بزاف هو هذا: عبد الملك الحوثي طلق هذا الهجوم، الخطاب الهجومي ضد المغرب في الوقت اللي تبون ارتكب ديك الحماقه الدبلوماسيه في الحمله الانتخابيه، لما قال بالحرف، قال مصر فتحوا الحدود والجنود ديالنا مستعدين باش يدخلوا لغزه، اللي هو اعلان ديال الحرب. هذا دار ضجه في العالم، كيقول لك هذا احمق، دار ضجه في العالم. وكنعرفوا بانه كاينه علاقه بين ايران، المحور ديالها ايران والجزائر في محور واحد، وكاينه علاقه بين الحوثيين والجزائر، وكاينه رسائل متبادله في مناسبات عديده بين عبد الملك الحوثي وبين تبون.
كاينه رسائل متبادله، ما كيعنوش على الجزائر، كيعنوا على الحوثيين. يمكن ترجعوا تلقاو رساله في المناسبات ديال اعياد وطنيه وغيرها. اذا هنا خرج هو باش يغطي على هذه المساله، تشتيت الانظار دائما. اذا فين غنمشي؟ غادي نمشي اتجاه المغرب. جات في هذا السياق هذا. وبالمناسبه هذاك الخطاب ديال تبون راه تاكدات المساله ديال الولايات المتحده الامريكيه. السفيره حذرت رساله تحذير اللي حذرت تبون في الاجتماع ديالها مع عطاف، بمعنى تحذير لتبون على هذاك الخطاب. اذا هنا هذا السياق ما فهموش الناس بزاف، لانه راه عندنا الحوثي هاجم المغرب باش يغطي يطلق هذه المساله، باش انه يشتت الانظار ويولي الخطاب كله على هذا الخطاب ديال الهجوم ديال عبد الملك الحوثي وغيره على المغرب. اذا هذه هي السياقات. وايران كنعرفوا حنا عندنا صراع كبير مع ايران، معروفه هذه المساله هذه. رغم انه الى المغرب يهز يده يقول ايران، هذاك يجيو الايرانيين. ايران ديما كتهجم على المغرب وكتطلب علاقات مع المغرب دائما. هذه المساله هذه كتهجم على المغرب، ولكن كتطلب علاقات ديما مع المغرب بالنسبه لها، لان المغرب كيدير معها توازن هنا في شمال افريقيا، والتوازن في غرب افريقيا، والتوازن داخل العالم العربي الاسلامي. نمشيو للصور باش ننهيو هذا اللقاء هذا. الصور في الحقيقه عندنا صور من نبداو بهذه الصوره هذه الصوره هذه ديال الناس اللي دابا اللي كيكذبوا على الحاضره وكيكذبوا على الدروش. هانتوما شوفوا هنا، هادو اللي كانوا حاضرين في طوكيو في التيكاد. غتشوفوا هنا كاين هو هنا، هذا بحال اش نسميوه هنا باج ولا غيره. ها هو كاين هنايا العلامه باش كيدخلوا هنا. هي هنا هذا ديال البوليزار جاي مع الوفد الجزائري، هو مصور له مع دول هنا ما كاينش، ما عندوش. اذا سالت داخل مع الوفد الجزائري، وهم ما كيعطوش كلشي، كيعطوا المسؤولين هنايا، ما كيعطوش الوفد كامل هذه المساله. ها هو هنا ما عندوش. علاش؟ هما كلهم كنشوفوا هذا ديال المؤتمر. هذا الشيء هذا ديال المؤتمر. هذه الاولى هنا اللي كتاكد هذه القضيه، بالاضافه لديك اللوحه اللي كانوا جبدوا. نشوفوا واحد المساله اخرى هنا. هذه الصوره اللي داروا هذه الصوره اللي داروا لهذاك اللي قال لك دبلوماسي. هذه الصوره اللي جات في مواقع المصارع الذي ارسل الكاميرات الى قمه تيكاد في اليابان. خرجوا لي هذه الصوره هذه، وفي حقيقه ملائمه. هما خرجوا ليه هذا الدبلوماسي اللي كيقول لك انه دبلوماسي. هذه خرجت في العديد من المواقع. شوفوا مساله اخرى هنا هذه صوره ايضا اللي دارت. هي هنا دارت الجزائر غادا تهريب ديال البوليزاريو في السكان. هو هنا. اذا ديما خصك هنا تقلب لهم السكان. تهريب ديال هذه حتى هي خرجت في الرسوم. هي هنا، لانه هذه عمليه ديال تهريب بالمفهوم اللي كنهضروا عليه هنا. كاينه واحد جوج صور ايضا. الجزائر كانت كاريه واحد هذه باخره ديال النقل للجزائريين. شنو كاينين هذه الباخره؟ هي هذه استاجروها. هذه واش كيدوا فيها رحلات دري صغار واش هنا. هي هذيك التصاور هنا، هذه هي كانوا يدوا فاش عقد استئجار سفينه مبيدده. هي هنا، هذه هي اللي كانوا دايرينها للنقل. ما كاينش عندهم شركات اللي كدير، كانوا هما عسكر كاري واحد السفينه. هي هذه. واش اختاروا مسخيط الوالدين في هذه الصوره هذه مبيدده. هي هنا. وكاينه واحد الصوره اخرى هنا. الجزائر قال لك وصلت للاكتفاء الذاتي. فاش؟ في الادوات المدرسيه. دخول المدرسيه، الجزائر تحقق اكتفاء ذاتي في 7 ادوات مدرسيه. شنو هي؟ دابا واقيلا كوما وقلم الرصاص وشي كومبون وشي حاجه باقي ما وصلوش شي حاجه اخرى. اللصقه حتى هي باقي بمعنى يلاه 7 ديال الادوات المدرسيه اللي عندهم. الشيء الاخر كله ما كاينش اكتفاء ذاتي. الاكتفاء الذاتي ما فهمناهاش. واش داك الشيء اللي كاين ماشي بعدا ما كيصنعوش، راه باقي دوك الكرولات والمنجرات وداك الشيء باقي ما وصلوش. هذه القضيه هذه مازال ما وصلوهاش. شوف فين مازال واصلين الجزائر هنا. نزيدو نوصلوا للصوره الاخيره. هي هذه. حنا ديما غنخليو لهم هذه الصوره هذه. هنيئا لهم بالبوليزاريو. دائما ولاو كيسلتوا في السكان والتهريب. ها هو البوليزاريو كاين. اذا دائما كنقول لهم ودي بعد 50 سنه و500 مليار دولار هنيئا لهم بالبوليزاريو. ليله سعيده. نلتقي في الساعات المقبله باذن الله لمناقشه موضوعات جديده. دمتم بخير والى اللقاء.